يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا رجاله النهارده كالعاده رجعت لكم بشرح جديد او بريست جديد. في فيديو النهارده صاحبي جايب لك 450 فلتر لايت روم جامدين جدا. طبعا انت شفت الفلاتر في النموذج، فلاتر عجبتك. حرفيا يا جدعان مش اي حد بينزل فلاتر دي، اقسم بالله على اليوتيوب. فلاتر ده يا جدعان فلاتر مدفوعه وفلاتر جامده جدا، وانت هتتعلم في شرح النهارده ازاي تعملها مجانا وعلى صورك. طب ايه اللي كل انا عايزه منك؟ كل انا عايزه منك يا صاحبي لو انت جديد في القناه تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده، ولو عايز تعليقك يظهر معانا في الفيديو اللي جاي زي كده انزل دلوقتي اعمل تعليق حلو وان شاء الله يظهر معانا الفيديو اللي جاي. تاكد بقى يا صاحبي اللي انت عملت لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناه اشترك ويلا بينا على الشرح. طبقات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا يا جدعان اعلمك في شرح النهارده ازاي تضيف ال 450 فلتر دول. كل اللي انا عايزه منك يا صاحبي تركيز في الشرح. طبعا رجاله الفلاتر دي للاندرويد بس، الطريقه اللي انا هشتغل بقى النهارده للاندرويد بس عشان لو حد ايفون مش يسمع معايا الفيديو على الفاضي وكده. اول حاجه يا صاحبي الفلاتر دي بتكون محميه بباسورد. الباسورد ده وانت بتسمع الشرح معايا هتعرفه، بقول رقمين في رقمين. طبعا رجاله هتكمل معايا الشرح ومش هتقدم الفيديو هتعرف الباسورد وهتعرف تضيف الفلاتر. اول حاجه رجاله هندخل على برنامج لايت روم مع بعض. هوريكم اللي انا معيش اي فلاتر، والناس اللي اول مره معاش برنامج لايت روم وكده في شرح في الوصف يا صاحبي ازاي تحمل برنامج لايت روم وازاي تسجل فيه وازاي تعمل فلتر بنفسك. يعني الشرح بص بيتكلم على اللايت روم من الصفر، فهتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. لو انت جديد لازم تسمعه. المهم يا رجاله نتاكد ان احنا معناش اي فلاتر على البرنامج. هندخل مثلا على الصوره دي كده وهنشد الناحيه الشمال. المفروض لما نضغط على الدايرتين اللي فوق بعض وبعدين كلمه بريست الاقي فلاتر. بص يا صاحبي مفيش اي فلاتر على البرنامج. تمام قوي. ازاي اضيف ال 450 فلتر دول؟ لو انت اندرويد 11 يا صاحبي كمل معايا الشرح برضه، يعني ما تفكرش عشان انت اندرويد 11 مش هتلاقي ملف الداتا وكده، لا انا لقيت حل. بص يا صاحبي اول حاجه تدخل على برنامج RER. البرنامج ده تقدر تحمله من متجر بلاي وبرابط مباشر. بص يا صاحبي كل عليك هتدور على مجلة الداونلود اللي هو التحميلات بتاعه التليفون. طبعا يا صاحبي هيكون انا سايب لك في اول تعليق عندي لينك الفلاتر دي برابط ميديا فاير. هتلاقي لينك ال 450 فلتر في اول تعليق. بعد ما تحملهم برابط ميديا فاير هتلاقيهم نزلوا معاك على التليفون في مكان الداونلود اللي انا داخل عليه حاليا دوت. كل عليك هتضغط على المربع دي كده علامة صح، وبعدين تضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وتضغط على كلمة موافق. هيقول لك اكتب الباسورد. طب الباسورد ده انا اعرفه منين ولا اجيبه منين؟ لو انت سمعت الشرح من اوله انا قلت لك الباسورد ده بقوله بصوتي وانا بشرح رقمين في رقمين، يعني هو عبارة عن 4 ارقام. طبعا رجاله انا هكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. زي ما انت شايف كده يا اخواتي اول ما تكتب الباسورد هتلاقيه بيفك معاك الضغط والدنيا تمام. هتستنى لما يخلص، يعني هو مش هياخد وقت كتير. اهم حاجه صاحبي لو لسه ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك، والله العظيم مش هتخسر اي حاجه ولا اللايك بيكهرب اصلا. بص يا صاحبي دول ال 450 فلتر تمام اوي. عايزين نضيفهم بقى البرنامج لايت روم. ملحوظه يا رجاله لو انت من الناس اللي الاندرويد بتاعها 11 وملف الداتا ما بيظهرش عندك لازم تحمل مدير الملفات ده. طب انا احمله منين؟ هتدخل على متجر بلاي دوت يا رجاله. طبعا انا مش فاتح نت، وهتكتب مدير الملفات هتلاقيه ظهر معاك اول واحد فوق. هتعمل له تثبيت وبعدين هتدخل عليه بالشكل ده. طبعا عشان انت اول مره تكون داخل على البرنامج وكده هيطلب منك ان انت توافق على الصلاحيات والاذونات بتاعه البرنامج. اي حاجه يطلبها منك وافق عليها، البرنامج مضمون وهيظهر معاك ملف الداتا. طبعا ملف الداتا بقى تقدر تستخدمه في اي حاجه. هندخل دلوقتي يا رجاله التخزين الرئيسي وهندور دلوقتي على مجله الداونلود اللي احنا لسه فاكين في الضغط حالا. يا رجاله اكوا 450 بريست ايديت احمد محمد يا زميلي. المهم يا صاحبي هتضغط على واحد كده ضغطه مطوله تمام، وبعدين هتلاقي علامه جنب الترس اللي فوق اللي هي بتاعه الاعدادات اهو. هتضغط عليها هتلاقي حدد لك ال 450 بريست. كل اللي عليك هتضغط دلوقتي على كلمه نسخ. تمام ركزوا معايا يا رجاله في الخطوه دي عشان الخطوه دي مهمه جدا. هنيجي خارجين تاني كده يا رجاله ندور على ملف الاندرويد. طبعا رجاله قبل اي حاجه اول باسورد من الفلاتر هيكون 25. هتدور يا رجاله على ملف الاندرويد تدخل عليه وبعدين هتدخل على الداتا ومن الداتا اللايت روم موبايل وبعدين هتضغط على كلمه فايل وبعدين هتضغط على دي تاني. هيجيلك كده زرارات كتير هتضغط عليها وبعدين هتضغط على كلمه بروفايلز ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا رجاله اعرف ان انت ماشي معايا بالخطوات صح وان شاء الله الفلاتر هتضاف معاك. تضغط على كلمه لاسك زي ما انت شايف كده بينسخ معاك ال 450 فلتر. عارف يعني ايه يا جدعان 450 فلتر جامدين؟ يعني انت مش هتحتاج حاجه تاني بعد الفيديو ده. بس كل اللي انا عايزه منك تقدير وتعمل لايك للفيديو.
هيخلص يا رجاله وارجع لكم تاني عشان ما نطولش الشرح. زي ما انت شايف كده يا صاحبي، بعد ما اخلص اهوت هيعد 100% وينسخ معاك الفلاتر اهو يا رجاله كده بالظبط. ازاي بقى تجيب الفلاتر دي من على برنامج لايت روم؟ عشان الناس اللي بتعمل الخطوه دي بتدخل على الفلاتر مش بتلاقيها. بص يا صاحبي، انا ماشي معاك خطوه بخطوه. هندخل على برنامج لايت روم. طبعا بقى ملحوظه، الناس اللي بتدخل على الفلاتر يا جدعان او بتدخل على برنامج اللايت روم سوري ومش بتلاقي الفلاتر، لازم يا صاحبي لو انت داخل عليه كده تخرج منه. تمام؟ في ناس بتكون داخله عليه وبعدين بتضيف الفلاتر وتيجي تدخل عليه ما بتلاقيش الفلاتر. ما انت لازم مش تلاقيه عشان انت كنت فاتح البرنامج قبل ما تضيفه. فكل اللي عليك لو هو مفتوح في الخلفيه اخرج منه وبعدين هتدخل عليه تاني كده. تمام رجاله، اهو 450 بريسيت. هنجيب مثلا الصوره دي كده بالظبط. كل اللي عليك يا صاحبي عشان تجيب الفلاتر هتلاقي دايرتين هنا اهوت فوق بعض ومكتوب تحتهم كلمه بريسيت، تضغط عليهم زي انت شايف هنا كده. دي فلاتر كلها مدفوعه مالكش دعوه بيها. تيجي على تاني واحده اللي هنا وتيجي نازل تحت. بص يا صاحبي، اول حاجه دول 300 بريسيت اهو. تمام؟ بص يا صاحبي الفلاتر عامله ازاي. حرفيا يا صاحبي مش هتلاقي فلاتر اجمد من كده، يعني حرفيا الفلاتر دي مش هتلاقي اجمد منها والله العظيم. تمام؟ دول ليه ال 300. لو نزلنا تحت شويه هتلاقي 91. دول 91. بص الفلتر الصوره قبل وبعد. عاوز ايه تاني؟ اول فلتر بنجربه كده اهوت خلى الصوره جمدان، وكل ده وانت لسه ما عملتش لايك لاخوك. انزل اعمل لايك يا صاحبي. تاني فلتر، تالت فلتر. نجرب اخر فلاتر مع بعض عشان ما نطولش الشرح. بص الرجاله دي بقى، يعني بص الفلاتر دي جامده بقى بمعنى الكلمه اللي هم دول. بص يا جدعان الفلاتر عامله ازاي. فلتر البلاك، فلتر الصور الشخصيه، فلتر الايفون، جميع الفلاتر اللي انت هتحتاجها يا رجاله في ال 450 فلتر دول. تمام؟ طبعا يا رجاله تاني باسورد من الفلاتر هيكون 65. وقبل ما صاحبي ما تحمل فلاتر انزل اعمل لايك للفيديو. بص يا جدعان الفلاتر عامله ازاي اهو. كلها فلاتر جامده جدا، وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في شروحات برضو على القناه وفلاتر اجمد من كده. بس انت شجعني باللايك بتاعك والاشتراك لو انت جديد في القناه. لو جينا نجرب اخر فلاتر، طبعا دول اخر حاجه اللي هم ال 51. نجرب على صوره تاني كده بالظبط على السريع. عايزين صوره ايوه بالظبط تكون في مكان عام زي دي كده. وبعدين هنيجي على كلمه بريسيت هتكون جايبه معاك دي يا رجاله. تضغط على تاني واحده وتيجي نازل تحت. تضغط على البريسيت اهو يا صاحبي. اول فلتر، تاني فلتر، شايف الجمدان. تالت فلتر، رابع فلتر، خامس فلتر. كلها يا جدعان فلاتر يعني بص حاجه جمدان، جايب لك حاجه من الاخر. طب يا صاحبي لو وصلت معايا لحد هنا في الشرح ولسه ما عملتش لايك، اتاكد ان انت عملت لايك لاخوك واشتركت في القناه. وانتظروا الفتره اللي جايه فلاتر لايت روم جامده جدا. وبالنسبه للباسورد ده انا قلت بصوت وانا بشرح رقمين في رقمين. لو انت ما سمحتوش ارجع اسمع الشرح تاني. ولو اي مشكله حصلت معاك تقدر تتواصل معايا انستجرام بنحل المشكله مع بعض. وسلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.